وأنا كثير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كثير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا وسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم، انتوا أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إني أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، إن شاء الله الله يتمم على خير. وأخيرا صار عندي كلمة، بس مش أي كلمة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني ما بعرف في أحلى أولاد من هالعروس. جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه ناوي إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل، ترى احنا عندنا بنقول دائما انه بتعرفوا البنت من امها، وانا بحكي لكم الام جوهره. عزة انا بعرف، انا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف انت كيف شعرك، بس بدي اطمنك انه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين اهلها وناسها، بطمئني عليها. بتعرفوا احنا كأمهات يعني احنا ايش بدنا من الدنيا غير انه نشوف اولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسال يعني هل احنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ وانا بالذات لانه يمكن هاي عمري ما حكيتها، بس سيدنا الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، انا وعدته وعد، قلت له حسين رح يتربى زي ما انت بدك فما تتكلم. اليوم بطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني بالضبط زي ابوه، بشوف كيف اسلوبه، اسلوب تعامله مع عروسته، مع عرسه، كيف حابب انه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية، مش بس بالاحتفالات، التحضيرات كمان. فهون اطمنت انه هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف انه هو منكم وإلكم. وبقدر اقول للملك حسين انه الحمد لله اني وفيت بوعدي ان شاء الله، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين. والف مبروك لنا جميعا، لانه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتي. واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه.